بيبدأ الفيلم على فريق داخل قاعدة عسكرية، ودخلوا البنت عند جنرال ودخل أصحابها عند الحراس، وابتدى الضرب ومسك الفريق الحراس وعمال يضرب فيهم لحد ما خلص عليهم. والبنت كمان خلصت على الجنرال، واتجمعوا الثلاثة ومشيوا، وكانت مهمتهم يدخلوا شفرات في كمبيوتر. ولما وصلوا بدأ الهاكر بتاعهم يخش على الكمبيوتر، وكلم واحد اسمه الكاردينال، وهم كانوا فريق الفرسان، وقال لهم الكاردينال بتاعهم كلمة السر، وأكد الأمر. وبدأ المرحلة الثانية، واكتشف الفريق إن الكاردينال هيفجر طيارة مدنية في كوريا الشمالية، وضرب صاروخين فعلا. ونبه الفريق الكاردينال اللي قال لهم مالكوش دعوة ياض، وحاول الفرسان يوقفوا الصواريخ، وفي الآخر نجحوا، بس طلعت الطيارة بدون طيار وفجرت الطيارة برضه. وعرف الفرسان الثلاثة إنهم بقوا متهمين في التفجير، وهربوا من القاعدة العسكرية بعد ما ركبوا طيارة وتخلصوا من الجنود اللي بتقابلهم، وهربوا أخيرا. ونروح لرئيس أمريكا اللي بيعمل تمارين، وجاله جنرال اسمه ريتشارد، وبلغوا إن في طيارة انفجرت في كوريا الشمالية، وكان في فريق منهم اسمه الفرسان، وراحوا من غير أوامر. والرئيس مش مصدق لأن الفرسان هو واثق فيهم. وريتشارد بلغ الرئيس إن الوضع خرج من السيطرة لأن كوريا ضربت صاروخ هي كمان. قال له الرئيس هيشوف لأن في حروب كتير ومش عاوز يخش في حرب جديدة. ولما سألوا عن الفرسان قال له هنتأكد الأول. وفي البنتاجون ظهرت العميلة دارتينيان، وكانت طموحة جدا، وحاولت تكلم الجنرال ريتشارد على إنه ينزلها عمل ميداني، بس هو رفض علشان هي لسه صغيرة. وزعلت جدا، بس بن صديقها اداها عملية ميدانية تحت مسؤوليته، واتحركت فورا. وقابلت شخص اسمه فلانشر اللي سألها انت لوحدك، ودخلها فورا. وبعد ما اتأكد انها لوحدها قال لها ان خلال 3 ايام هتقوم الحرب بين امريكا وكوريا الشمالية. ما صدقتش طبعا، بس هو كلمها عن العمليات الاستباقية والفرسان والكاردينال كمان انه بيتحكم في كل حاجة، وما صدقتش برضه، وتعصب عليها جدا. وجت تمشي حاول يمسكها، بس هي اتغلبت عليه. وبعد كده حاول يقول لها لو تقدر توقفي حرب عالمية، واداها فلاشة وقال لها انا كنت بشتغل مع الكاردينال، وقال لها ان الفلاشة متشفرة جدا ولازم تفتحيها من المكان بتاعكم اللي هو المركز الرئيسي. وفجأة بدأ ضرب النار عليهم وجريوا، وطلعت لهم واحدة وجريت وراهم، وفي واحد كان معاها تحت المبنى، ووصلت لهم البنت وضربت نار. بس فلانشر ضحى بنفسه علشان العميلة تهرب، وقال لها قدامك 3 ايام بس. ونطت من المبنى وركبت عربيتها وهربت اخيرا. وبلغت البنت رئيسها اللي اسمه تريفال باللي حصل. ونرجع للعميلة دارتينيان، وجالها مفتش بيحقق معاها، وبلغها ان فلانشر مجرم وبيبيع معلومات سرية. انكرت طبعا معرفتها بيه، وطلع لها حسابها البنكي، وقال لها ان فلانشر حط لها فلوس في حسابها كذا مرة، والموضوع طلع كبير قوي. واتهمها انها بتبيع معلومات سرية لفلانشر، وطفى التسجيل، وكلمها انها تتعاون معاهم، وهددها كمان ان الكاردينال هيخلص عليها. وهي بدأت تضربه وافقدته الوعي، وسرقت فلوسه ودخلت الحمام، وعملت دخان كتير قوي، واشتغل انذار الحريق، وطلعت مع الموظفين من المبنى، وطلعت مصيبة هي كمان. وظهر تريفال وضرب البنت، وقال لها انت محتاجة ايه علشان تقتلي العميلة؟ عايزة فلوس ولا ايه؟ وراحوا للهاكر بتاعهم اللي بيدور على العميلة دارتينيان، وقال لهم على مكانها وانها بتدور على الفرسان. ومسك البنت اللي اسمها وينتر، وقال لها روحي وراها وهات الفلاشة واقتليها، ولو ما قدرتيش انا هقتلك انت. الله، وانا مالي يا لمبي؟ وصلت وينتر للمكان وما لقتش حاجة، وفتحت صندوق زبالة لقت تليفون البنت مرمي. وعرفت دارتينيان عنوان واحد من الفرسان واسمه ايسوس، وراحت بيته وبتدور عليه. نزل لها من السطح وقعدوا يضربوا في بعض، بس دارتينيان مسكت مسدس وهو قال لها تعالي معايا. ولما دخلوا سألها انت عاوزة ايه؟ حكت له على فلانشر واللي قاله، وحاول ياخد منها الجهاز وهو يتصرف، بس هي قالت له لا انا معاكم. وطلعت لهم فجأة وينتر وقعدت تضرب نار عليهم، ومسكها ايسوس واشتبك معاها. ودارتينيان حطت قنبلة في الميكروويف وشغلت العربية، ونط فيها ايسوس كمان وطاروا بالعربية، وانفجرت القنبلة ودمرت البيت كله. وخرجت وينتر كمان، وبلغ بن ريتشارد اللي حصل، واتعصب عليه قوي وقال له انها هربانة ولازم نمسكها. وعرف كمان انها كانت مع ايسوس، واتضايق قوي وباين عليه مخبي حاجة. ونرجع لايسوس ودارتينيان اللي راحوا للهاكر بتاعهم بورسوس، واداله الفلاشة وحاول يفتحها معرفش، وقال له لازم تتفتح من النظام الرئيسي. وكان خايف جدا، بس ايسوس طمنه لانهم عملوا عمليات صعبة قوي قبل كده وفكروا بيها. ولما اقنعوا قال له لازم واحد تاني، وفعلا اتفقوا وراحوا لارمس صاحبتهم اللي عاملة يوجا. ولما بصت لهم لقت دارتينيان وافتكرت انهم هيقبضوا عليها، بس قالوا لها ان الكاردينال وقعها هي كمان. وتحدتها دارتينيان وبدأوا يتبارزوا بالسيوف، ولما لقوا مفيش فايز ابتدوا بايديهم. وارمس مسكتها من اول ضربة وخنقتها، وارمس دي اسد يا عم الحاج. وبعد ما سابتها بدأوا يعملوا خطة يخشوا بيها المركز
المركز الرئيسي، ودخلوا المركز الرئيسي وارمس خبطت في موظف ووقعت منها اوراقها، والموظف قال لها تعالي اطبع لك نسخه تانية، ووافقت طبعا وسرقت الكارت بتاعه. ولاحظ الموظف ان في فيروس على جهازه وراح يطبعهم من مكان تاني، وبلغت ارمس بورسوس يتحرك، ودخل مكتب الموظف فورا من ممرات التهويه وبدا يشتغل. وارمس ادت البطاقه لاسوس ودخلوا اوضه، وارمس خدت الورق من الموظف وطلعت. ونروح للكاردينال تريفال وبلغوا الهاكر بتاعه ان في مشاكل في المركز الرئيسي ولازم نتحرك على هناك. ودخلت دارتينيان واسوس مكان تاني وبداوا يشتغلوا على الكمبيوتر، وبورسوس بيديهم الرقم السري والتعليمات، وبلغهم بورسوس ان في حارس طالع لهم. اتحركت دارتينيان ومسكت اسوس وحاولت تحضنه عشان تمثل على الامن يعني، وخلصوا ومشيوا. وقابلتهم ارمس، وفجاه طلع لهم تريفال ورجالته وطلعوا يجروا، وخدت دارتينيان طلقه في ايدها، وطلعت وينتر لارمس وعجنوا بعض، بس ارمس كانت جامده قوي وضربتها وجري. وبورسوس كمان طلع في ممرات التهويه وجاله الهاكر من الفريق التاني وضرب النار عليه، بس بورسوس رمى عليه قنبله طلع يجري وانفجرت القنبله في الاخر. وتريفال عمال يكلم ايسوس ويقول له انت اللي فجرت الطياره ومسؤول عن الحرب الجايه كمان، وانك بتهرب مع عميله هربانه هي كمان. وضرب ايسوس النار عليه وجريوا يهربوا، وعملوا حبل وهربوا بيه الاربعه اخيرا. ولما سالتهم دارتينيان عن تريفال حكولها على انه كان فريق زيهم بس فريق مجانين وطردوهم من شغلهم. واخيرا بورسوس فك شفره الملفات، وعرفوا ان العمليه في كامب ديفيد، وان الرئيس هيقابل رئيس كوريا الشماليه، وعرفوا ان الكاردينال هيحاول يقتل رئيس امريكا عشان يبتدوا الحرب مع كوريا، وابتدوا يجهزوا نفسهم للعمليه. وحاولت دارتينيان تقول لهم نبلغ السلطات، قال لها ايسوس انهم هيقبضوا عليهم فورا وهيعرف الكاردينال بمكانهم ولازم نعملها لوحدنا. وراحوا يجيبوا اسلحه، وفكرت دارتينيان وافقدت بورسوس الوعي، وقالت لهم في التسجيل ان العمليه اكبر منكم وانها هتجيب مساعده من الجنرال ريتشارد. واتصلت ببن وقالت له قابلني، ولما راح لها كتفها وطلع لها الجنرال ريتشارد قالت له على المعلومات اللي عرفتها واديته الفلاشه كمان، وسالها عن الفرسان قالت له معرفش هم فين. ونروح للفرسان اللي فوقوا بورسوس وسمعوا التسجيل وعرفوا انها عاوزه تحميهم، وقرروا انهم ينقذوها. ونرجع لوينتر اللي قتلت بن فورا وطلعت مع الجنرال كمان، يعني كل العصابه اتجمعت، وكسر ريتشارد الفلاشه واخد دارتينيان معاهم علشان تقول لهم على مكان الفرسان، وربطوها وبداوا يعذبوا فيها. وريتشارد بيقول للكاردينال انه هو ليه القياده الفنيه وهيكملوا الحرب بتاعتهم علشان مصلحه البلد. ونرجع لدارتينيان والراجل بيعذبها، وفجاه طلع ايسوس من وراه وضرب الراجل وقتله، وفكوها وادوها سلاح كمان. وطلع لهم تريفال وضرب عليهم نار بس هم هربوا، وفجروا الباب علشان يخرجوا. وبلغ تريفال رجالته انهم يقتلوهم، وبدات ارمس تقتل في الجنود بالقناصه. واخيرا ركبوا طياره وهربوا. وعرف تريفال ان الفرسان طيارتهم فوقيهم، فوجه الطيارات اللي من غير طيار عليهم وضربت عليهم صاروخ واتفادوه. وقعدت ارمس تسوق الطياره علشان يتخلصوا من الطيارات المطارده، ولفت لفه وايسوس فجر واحده منهم، وظهرت لهم واحده تانية ومش هيعرفوا يتخلصوا منها، ونطوا من الطياره قبل ما تتدمر. ولما نزلوا كانوا قريبين من كامب ديفيد واتحركوا، ووصل تريفال وقتل حراس البوابه وحط رجالته مكانهم، ودخل غرفه الاجتماعات وقتل اللي فيها. وبدا روتفورد الهاكر بتاعه يسيطر على الامور كلها، وبداوا المرحله الثانيه. وظهر الفرسان وقال لهم ايسوس على الخطه، وقتلوا حراس تريفال اللي على البوابه، ودخلوا ولقوا الحراس كلهم مقتولين. وظهر الرئيس وريتشارد جنبه مستنيين طياره رئيس كوريا اللي وصل بالهليكوبتر. ونروح لبورسوس اللي سيطر على الكمبيوتر كله، واكتشف تريفال واتضايق جدا، وبداوا يتحركوا. وجهز تريفال سلاحه ولسه هيضرب الرئيس، رمى ايسوس قنبله وانفجرت، وخدوا الرئيس وجريوا بيه. وحاول تريفال يضرب الرئيس بطلقه بس ايسوس طار وخد الطلقه بدل الرئيس. وارمس ودارتينيان عمالين يقتلوا في الحراس، ومسك بورسوس روتفورد ومسكوا في بعض، وارمس مسكت وينتر وبداوا يضربوا في بعض، وكل واحد راح مع اللي قده. وطلع بورسوس مسدس وضرب طلقه جت في كبير روتفورد وطلع يجري، وبورسوس راح وراه. وركب روتفورد طياره وبدا يطير بيها. وظهر بورسوس ومسك كمبيوتر وظبطه ورماه في الطياره اللي فضل يطلع شرار، وخرب الطياره اللي قعدت تلف وتتخبط في الارض، وراحت ناحيه ارمس اللي وطت، والطياره قطعت وينتر. ووصل الرئيس غرفه الاجتماعات، وراحت وراه دارتينيان. وايسوس طلع له تريفال اللي قال له بلاش سلاح، وعمل خدعه وبدا يضرب في ايسوس وقعد يهجم فيه، ومسك ايده المصابه وقعد يضربه في الجرح بتاعه، وخلاص كان هيفقد الوعي. بس قابله ايسوس مره واحده وضربه كام ضربه وكسر رقبته ووقعه اخيرا ووقع فوقيه. وراحت له ارمس وبورسوس يلحقوه. ودخل فجاه ريتشارد على الرئيس وقتل حراسه، وهيقتل الرئيس بس الرصاص كان خلص منه. ومسكوا الرئيس وحاول يقتله، بس ريتشارد اتغلب عليه
طبعا، ودارتنيان لحقت ريتشارد وبعدته عن الرئيس واداها سيف وهيتبارزوا مع بعض، بس ريتشارد كان اقوى منها. بس دارتنيان علمت على ايديه ومره واحده مسكت ايده وشدته ودخلت السيف في رقبته وقتلته اخيرا، ودخل عليهم باقي الفريق. وفجاه ريتشارد داس على قلم في ايده وكلهم طلعوا يجروا وركبوا عربيه الرئيس وطاروا بيها، والقنابل بدات تنفجر حواليهم. ولما وقفوا وقع ايسوس منهم والظهر انه جاب اخره. وبعد كده عملوا جنازه لريتشارد وظهر الفريق وضموا دارتنيان لصفهم وبقت واحده منهم كمان. انتهى فيلم النهارده يا شباب، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصه. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل.